السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد منعم من قناة منعم أكاديمي. طبعا لو دي أول مرة ليك في القناة أتمنى إن أنت تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي جاية. متنساش تاخد لفة بقية الفيديوهات إن شاء الله تستفاد منهم بأكبر قدر ممكن. الفيديو النهاردة عن مميزات وعيوب الشغل الريموت. طبعا أنا في خلال التوكس اللي كنت عاملها قبل كده مع أكتر من حد هسيب لكم كده بلاي ليست لو عايزين تشوفوها. كان ده سؤال موجود في كل توك منهم لكل شخص موجود معايا. ليه؟ لأن طبعا اختلاف وجهات النظر بتكون موجودة لكل شخص، ففي الآخر اللي وصلنا له كتجميع من مميزات وعيوب إن المميزات اللي أنت طبعا هتكون قاعد في البيت مع أهلي، مش بضيع وقت في المواصلات ولا بضيع وقت في الشركة نفسها، اللي أنا مثلا ممكن على سبيل المثال نازل أفطر مع ده، مش عارف رايح مع ده أجيب إيه، طب هنروح مشوار سريعا في حاجة جنب الشركة ونرجع والكلام ده كله. إيه بقى العيوب بتاعت حاجة زي كده؟ ودي اللي في الغالب هنكون مركزين عليها أكتر، إن أنت طبعا صحتك بتبقى رقم واحد. اللي انت في الغالب زي حالاتي كده بتبقى قاعد فتره كبيره جدا على اللابتوب، قاعد في البيت اوضتك قافل على نفسك، فممكن الوقت يسرقك فجاه. مثلا انت شغال من الساعه 8 للساعه 5 تلاقي نفسك شغال لحد الساعه 10 11 بالليل. تاني حاجه حته البريك بتاعك. انا لو خدت البريك، في ناس في البريك بتاعها بتقوم ممكن تنام. مثلا انا هقوم اريح، مثلا خدت البريك الساعه هقوم اريح في الساعه دي هنام، فبالتالي انت بتقوم مهمد شويه، جسمك مكسر بقى مش قادر. طب يا ده احنا كنا بنعمل ايه قبل الساعه دي والكلام ده كله. تالت حاجة ودي بالنسبة لي من الحاجات اللي أنا لاحظتها على نفسي شخصيا، أنت بتبقى قاعد إلى حد ما في جزء من العزلة، فأنت بتبقى قاعد شغال لوحدك منعزل على نفسك قافل على نفسك. فمجرد ما تخرج لأي حاجة زحمة أو حاجة فيها دوشة الموضوع بيبدأ يوترك بطريقة كبيرة جدا. حتى لو أنت شخص أصلا بطبيعتك كنت عادي أو ما كنتش اصلا بتحب حاجه زي كده، او اي حاجه زي كده كانت بالنسبه لك ده طبيعيا يبقى في دوشه والكلام ده كله. انا كنت شخص بالنسبه لي الدوشه دي عادي وحاجه طبيعيه جدا، لكن بمجرد ما وصلت لجزء ان انا شغال فور ريموت بقالي مما يقرب لثلاث سنين او اكتر، بقت حته ان انا اخرج اصلا من البيت وانزل مع الناس وفي دوشه حواليا كتير ومش عارف ايه وناس كتير بتتكلم، الموضوع بقى بيستفزني اكتر من الاول. انا في الاول كان ممكن الدوشه عادي شويه، بس لو في حاجه ازعاج طبيعي تبقى بتستفز الواحد، لكن الموضوع لما بدات اقعد في البيت بدا يبقى اوفر شويه شويتين ثلاثه. دي برضو من العيوب ولازم تحاول تتعايش معاها زي ما انا بحاول اتعايش معاها. فالفكره حاولت اتعايش معاها ازاي؟ انا بدات ازود موضوع ان انا انزل اكتر فاكتر، مش كتير برضو بس على الاقل اكتر من الاول. انا في الاول كنت ممكن ما انزلش خالص، دلوقتي بدا الموضوع ينزل مره مرتين ثلاثه، طب اشوف هنا اروح هنا. بقيت انا بحاول انا انزل اصلا مع الناس، عكس في الاول ما كنت حابب ان انا ما انزلش او اخرجش من البيت. حته اللي انت في البريك بتاعك ازاي نحلها؟ انا بقيت بعمل ايه؟ انا في البريك بتاعي بقوم الف في البيت، بقوم اقعد شويه مع العيله بدل مثلا ما انا قاعد لوحدي، بدل ما انام. انا فكره ان انت تنام في الساعه البريك دي حاجه مش هتخليك اصلا تقدر تكمل بقيه اليوم. طب صحيا بقى، اللي انت طبعا تحاول تنزل الجيم، اللي انت تحاول تنزل تتمشى، تنزل تجري، تعمل اي رياضه في يومك عشان الموضوع ما تحسش حتى ان انت مش قادر تعمل اي حاجه وان انت جسمك تقل شويه، فتحاول تتفادى الموضوع ده بحاجه زي كده. طبعا حد يقول لي ما انا كده كده ممكن لو رحت اصلا الاوفيس ابقى قاعد وبرضه على المكتب وتسع ساعات ومش عارف ايه، بس انت بتتحرك، بتنزل، بتمشي، بتنزل سلم، بتتحرك، بتعمل اي حاجه، بيبقى في حركه. عكس ما انت قاعد في البيت انت يا دوبك ممكن تقوم تقف وتقعد تاني، اصلا خلاص انا كده عملت اللي عليا. فناخد بالنا من الحاجات دي. هي دي بعض المميزات والعيوب اللي موجوده في بالي حاليا. لو في حاجات تانية جت في بالي او لو انتوا عندكم حاجه ممكن تقولوا لي في الكومنتات، ممكن نتناقش فيها اكتر واكتر قدام. ده كان موضوع الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كالعاده لو الفيديو عجبنا ما تنساش نعمل لايك للفيديو. مع السلامه.